طيب. الصوت تمام؟ الصوت اللاب تمام يا جماعه؟ يا جماعه الصوت اللاب تمام مع الصوت يا شباب الصوت اللاب هنا شغال؟ تمام يا ريس كله تمام. هو كان الصوت مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم جميعا، وبنرحب بالدكتور أحمد عبد الرؤوف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد. أهلا بيكم، تشرفونا. بيشرفنا طبعا إن الأحزاب تشارك معانا عشان ما تبقاش مكافئة على الوضع الداخلي بس. يعني النهارده الندوة أحد سلسلة مناقشة الأوضاع في سوريا. ناقشنا قبل كده الأطماع التركية في الأراضي السورية والأراضي العراقية وأثرها على أمن الدولة السورية، وناقشنا محاولات التغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا. والنهارده في محاولات لتقريب أو في تقارب سوري تركي لحل المشاكل بين الطرفين. هل ده هيأثر على تماسك الدولة السورية؟ تركيا ليها أطماع في شمال وشرق سوريا، ده يؤثر على سيادة الدولة السورية. هل الدولة هتضحي بهذا الشريط، ولا هيبقى في نوع وصيغة من التفاهم بين الطرفين وتحافظ برضو على تماسك الدولة السورية ومصالح أهلنا في هذا الجزء الغالي من الأراضي السورية؟ احنا طبعا بيشرفنا وجودكم ويشرفنا مشاركتكم، وإن شاء الله برضو في الفعاليات الجاية نتمنى أن انتم تبقوا موجودين معانا. إن شاء الله الكلمة دلوقتي للدكتور مدحت حماد رئيس مركز الفارابي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي أكرر الترحيب بحضراتكم جميعا، وإن شاء الله نظل حريصين على ضبط أجراس الخطر فيما يخص الأزمة السورية والأزمات العربية بإذن الله. في البداية أتقدم بخالص التعازي في ضحايا الزلزال الرهيب من الأشقاء السوريين والأتراك الذين
قضوا نحبهم، وندعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. هذه هي الندوة الثالثة التي يقيمها مركز الفارابي حول الأزمة السورية، أو بمعنى أدق حول أزمة الأمة السورية. أنا مصر أن أنا أسميها أزمة الأمة السورية وليس سوريا، وما تعيشه من أهوال منذ أكثر من 11 سنة، حيث باتت عروس شرق المتوسط تئن من تكالب الطامعين فيها، سواء من داخل الإقليم أو من خارجه، وسواء تم ذلك بأيدي أشقاء الدين الواحد أو بأيدي غيره. اليوم وفي ظل كارثة الزلزال لازلنا نرى من يتاجرون بهذه الكارثة ويتعمدون إبطاء وصول المعونات والإغاثة للمنكوبين والضحايا، وكأنهم يصرون على هلاك هذه الأمة. ولكن هيهات، إن شاء الله هيهات، فسوف تظل الأمة السورية صامدة صمود جبالها وشامخة شموخ أهلها في مواجهة كل أشكال وأنماط التآمر والتعدي والعدوان. الحقيقة أن تسييس وصول المعونات والإغاثة الإنسانية إنما كشف عن أقبح الوجوه المتشدقة بحرصها على حماية وصون حقوق الإنسان، وهو ما جسدته الانتقائية الفجة بشأن توصيل المساعدات والإغاثات الإنسانية، تارة بين السوريين والأتراك، وتارة أخرى بين السوريين أنفسهم. لهذا كنا وسنظل في مركز الفارابي ندق أجراس الخطر الذي أصبح يقبض على أرواح الأشقاء السوريين والليبيين واليمنيين والعراقيين واللبنانيين وهكذا، وأيضا الفلسطينيين إلخ، وكأن الوطن العربي بات ممزقا بشكل لم يكن أحد يتخيله. وهو الخطر الذي يعيد ذاكرة الاحتلال الوقح الذي بقي قابعا ومستبيحا لوطننا العربي منذ الاحتلال العثماني لمعظم أقطار وطننا العربي على مدار 5 قرون، وحتى الاحتلال التركي الحديث في ثوبه الجديد الذي بات يشكل ظهيرا إقليميا لعودة الاحتلال الغربي بصفة عامة والأمريكي بصفة خاصة. من المؤكد أن لكل شيء نهاية، ومن المؤكد أيضا أنه لا يمكن اعتبار هذه الندوات التي يقوم بها مركز الفارابي والتي تشهد مشاركات نوعية متعددة من جانب مختلف الفئات والهيئات الرسمية وغير الرسمية في مصر، أن تظل هذه الندوات بمثابة المكلمة. نحن لسنا في مكلمة، إنما هي وسيلة وآلية مجتمعية مدنية لدق أجراس الخطر من جهة، والتحرك من أجل طرح البدائل والحلول الخاصة بالأزمة السورية من جهة أخرى. من هنا فإننا نسعى ونعمل من أجل الخروج بمجموعة جديدة اليوم من التوصيات في ختام هذه الندوة، توطئة لحدث أكبر بخصوص الأزمة السورية سنعمل على تحقيقه في القريب العاجل بإذن الله، حيث نسعى وبشكل حثيث إلى تشكيل جبهة فكرية نخبوية مصرية سورية تسهم بكل ما يمكن الإسهام به من أجل إيجاد وطرح البدائل والحلول الممكنة التي من شأنها حل الأزمة السورية حلا جذريا، وذلك في إطار المحافظة على وحدة وسيادة الدولة السورية. إننا نعتقد، أو أنني أعتقد بشكل خاص، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الحل الجذري النهائي الدائم للأزمة السورية، وهي بوابة لتحقيق الاستقرار لهذه الأمة العظيمة المكلومة. 2. قد آن الأوان لجلوس الأشقاء السوريين مع بعضهم البعض من أجل رسم ووضع خارطة طريق حقيقية سورية للم الشمل السوري وعودة اللحمة الوطنية بين جميع السوريين في أسرع وقت. فالوطن بات يئن
من غربة أبنائه واحترابهم فيما بينهم. ثالثا، تشكيل جبهة فكرية نخبوية مصرية سورية من شأنه المساهمة الفعالة من أجل الإسراع لإيجاد أرضية مشتركة لجلوس الأشقاء السوريين ووضع حد وحل نهائي لمأساة الأمة والدولة والوطن في سوريا، أي سوريا. في النهاية أكرر شكري وتقديري لجميع السادة الحضور، وأكرر دعائي بأن يرحم الله شهداء كارثة الزلزال، وأن يحفظ لنا أوطاننا وأهلينا في جميع أرجاء وطننا العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ الجلسة الأولى برئاسة الدكتور مختار غباشي الأمين العام للهيئة العلمية لمركز الفرات. اتفضل يا دكتور. ستلون، اتفضل ستلون. اتفضل. فيها مسند ومش عارف، انما احنا هنا ما عندناش مشكله. الناس اللي على الكرسي تحياتي لحضراتكم جميعا في هذه الجلسة الأولى. وإذا جاز لي أن أكون يعني مديرا أو مودريتور لهذه الجلسة، ومعي 3 من المتحدثين. المتحدثين ال3 هم كارثة الزلزال، الأوضاع الإنسانية في سوريا وتسييس المساعدات الإنسانية، أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. وهيكون معانا الأبعاد السياسية للتقارب التركي السوري في ظل تداعيات ما بعد كارثة الزلزال، أستاذ بدران جياكارد رئاسة مشتركة لدائرة العلاقات الخارجية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ومعي متحدثا ثالثا معالي اللواء الدكتور شوقي صلاح عن آليات تقديم المساعدات الإنسانية لإقليم شرق وشمال سوريا. في عبق هؤلاء المتحدثين ال3، قبل أن أقدم الأستاذ رامي عبد الرحمن، حريا أن أشير تلغرافيا إلى أن السياسة أحيانا قد تصنع السياسة أحيانا ببرمجيتها، قد تصنع محددات لا يمكن لأحد أن يتصورها. وأحيانا الزلازل أو الأشياء الطبيعية البراكين وغيره قد تصنع محددات من الممكن للإنسان أو لا يمكن للإنسان أن يتصورها من ناحيتين. وهذا أتى من خلال حديث لافت نظري لوزير خارجية أرمينيا ووزير خارجية اليونان، وكلتا الدولتين كان دائما الخلاف الشديد العميق ما بينهم وبين تركيا فيما هو مرتبط بآليات عودة هذه العلاقات. ثم حديث القادة المنظمات الإقليمية والدولية، نائبة مدير منظمة أوكسفام، ما زلنا في مرحلة الصدمة ونحاول استيعاب ما جرى ومدى عمق الكارثة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لم أرى في حياتي دمارا بمستوى ما رأيت ما بين حلب ودمشق. معابر تغلق ومعابر تفتح دون آليات ضبطية
ودون إشارة إلى الإلزام الملقى على الإرادة السياسية فيما هو مرتبط بآليات فتح هذه المعابر. جدل دائر عميق في الداخل التركي وفي الداخل السوري ما بين الائتلاف الوطني السوري وما بين الدفاع المتن لشمال سوريا وما بين النظام في دمشق حول الكارثة في كهرمان ماراش وهاتاي وغيره من الأماكن التي وجدت فيها هذه الكارثة أدعى بأن تكون هذا الملتقى حديثا يأخذ جانبا سياسيا ثم يأخذ جانبا غير سياسي ثم يأخذ جانبا اجتماعيا ثم يأخذ جانبا وفق قواعد ومحددات القانون الدولي. وما بين قواعد منصوص عليها حصريا ضمن اتفاقيات جنيف وضمن قواعد القانون الدولي، وما بين عالم فيه حالة عدم رضا بهذه المحددات وهذه القواعد اللي للأسف الشديد عنوانها الأساسي في عالمنا العربي أنها عصية على التطبيق بكل ما أوتيت فيها من قرارات إذا كانت مرتبطة بقرارات أممية أو اتفاقيات جنيف أو غيره من مثل هذه الأمور. وسوف يكون لنا إشارات فيما بين حديث المتحدثين. الفترة الزمنية الموكولة إلي لإدارة هذه الجلسة هي ما تقارب الساعة أو الساعة ودقائق، ومعي 3 من المتحدثين. هطرح على كل متحدث ما بين 12 دقيقة وما بين 15 دقيقة ليكون المتبقي ربع ساعة تكون مطروحة للنقاش أو مطروحة للتعقيب على ما قيل من أحاديث. يأتي عنوانا نعم، يأتي البداية. نعم رامي مش جاي. طيب الأستاذ بدران. طيب يأتي متحدثا أولا الأستاذ بدران جيا كرد، رئاسة مشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. يتفضل، والفترة الزمنية الموكولة إليه بعد إذنه 15 دقيقة، ما بين 12 دقيقة أو 15 دقيقة. تفضل. والحضور والمتابعين لهذه الندوة القيمة التي أقامتها مركز تراوي. بكل تأكيد العناوين المطروحة أو القضايا المطروحة على الطاولة وهي قضايا مهمة جدا في هذه المرحلة التي تتناوله الرأي العام العالمي والمحلي أيضا. حيث في البداية أريد أن أقول بأن هذه الكارثة حلت بالمنطقة سواء سوريا أو تركيا في ظروف معقدة جدا بوسط ثقب سياسي كانت موجودة سواء فيما يتعلق بالنظام السوري وأزماته الداخلية والأزمة المعقدة التي تشهدها منذ سنوات، وأيضا داخل تركيا والأزمات السياسية الداخلية والاقتصادية التي كانت تعيشه والانتخابات المقبلة التي كانت تنتظره، وأيضا التقارب التركي السوري أيضا كان من أحد القضايا الأساسية التي كانت تناقش. في وسط هذه الصراعات السياسية أتت هذه الكارثة لتحمل أهل المنطقة من فاجعة ومعاناة كبيرة. لأنني أريد أن أقول بأن هذه الكارثة بكل تأكيد ستغير كثير من القضايا التي كانت تطرح، وأيضا ستقوم كل من النظامين التركي والسوري وحتى المجموعات المسلحة المرتبطة بتركيا المسمى باسم أنا، وهم أيضا هذه الجهات جميعا ستقوم
وبذل المزيد من الجهود لاستثمار هذه الكارثة الإنسانية لأجنداتها السياسية. الكون كلا الطرفين يعانون من أزمات سياسية واقتصادية مستفحلة إلى درجة كبيرة، وكانوا دائما يبحثون عن قنوات ويبحثون عن أبواب للتطبيع والخروج من التشجير السياسي والدبلوماسي الذي كانوا يعانون منها. لذلك هذه الكارثة ستكون أداة وفرصة بالنسبة لهذه الأنظمة لاستغلالها لهذه الأغراض. ولكن أعتقد بأن القضايا السياسية العالقة في كلا البلدين ستبقى عالقة ولن تكون لها متغيرات ولن تكون لها وجهة نظر سياسية جديدة من قبل كلا النظامين. ستستمر في مواقفنا السياسية مثل ما كان قبل الكارثة التي حلت المنطقة تجاه مناطقنا وتجاه القضايا الديمقراطية وتجاه الحوار السياسي والحل السياسي. ونحن نتأكد ونثق بأن النظام التركي لن تشهد أي تغيير سياسي تجاه القضايا والمعضلات الأساسية سواء من منطلق إحداث أي تغيير تجاه القضية الكردية داخليا وخارجيا، وأيضا لن تتنازل وتتراجع عن ممارسة سياساتها العدوانية الإنكارية تجاه شعبنا في مناطقنا في شمال وشرق سوريا. لكون أثبت ذلك خلال هذه الفترة التي حلت بنا الكارثة، قامت النظام التركي بهجمات متكررة وعدة في الوقت الذي الرأي العام الداخلي والخارجي منشغل منهمك في هذه القضايا الإنسانية والمعاناة الإنسانية، ولكن النظام التركي منهمك ومنشغل بالاعتداءات على مناطقنا. فحتى هذه اللحظة التهديدات والهجمات التركية المستمرة على مناطقنا وألحقت بنا خسائر بشرية ومالية في ظل التداعيات الكارثية. وأيضا السياسات التركية التي تتبع بشكل مميز تجاه المناطق الكردية وتجاه الشعب الكردي، فهذه السياسات هي سياسات تمييزية وعنصرية والتي تريد أن تحدث أو تمرر مشروعا خطيرا من خلال هذه الكارثة التي حلت بنا، وهي إحداث تغيير ديموغرافي وإخراج أهل المنطقة وخاصة الكرد منهم من مناطقهم وبناء مستوطنات في مناطق أخرى. وهذا ما يتم مناقشته الآن سواء في المناطق الكردية داخل تركيا أو في مناطق المحتلة من قبلها في عقلين مثلا. ومثال حي ما تمارسه المجموعات المسلحة تجاه الشعب الكردي والمناطق الكردية بمواقف عنصرية ومواقف لا تمت بالقوانين الإنسانية الدولية. فالآن هناك زيارات لبعض مسؤولي الدول العربية لتلك المنطقة وخاصة منها قطر، وتتوعد شعوب المنطقة بأن تبني لهم مستوطنات. ونعتقد بأن هذا المشروع الذي كان النظام التركي والمجموعات المسلحة المرتبطة بتركيا كانت تحاول منذ فترة طويلة ومنذ فترة احتلالها لتلك المناطق كانت تحاول تمرير مثل هذه المشاريع، وهي مشاريع التطهير العرقي، التغيير الديموغرافي وتغيير التركيبة السكانية للمنطقة. ونحن نعتبر هذا الأمر ممارسة واستمرار في سياسة الإبادة تجاه شعبنا بحد ذاته. لذلك
هذه نقطة مهمة جدا، لا توحي بأن النظام التركي لا يمكن ولا يوجد مؤشرات بأن النظام التركي ستغير من سياساتها تجاه الكرد وتجاه مناطقنا. وأيضا النظام السوري من خلال حصارها وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المنكوبة، مناطق المنكوبة، سواء في مناطق النظام أو في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في كل من أحياء الشيخ منصور ومناطق الرفعة والشهباء. فهذه العقلة وهذا الحصار أيضا تستهدف وجود الشعب في تلك المناطق، وهي بنفس العقلية تريد الاستمرار في سياسات اتجاه المنطقة. وبالتالي أيضا ما كان يتم نقاشه وهو حول موضوع التقارب التركي السوري، أعتقد هذا المشروع أو هذا المسار ستستمر حتى بعد هذه الكارثة أو حتى بعد الانتخابات التركية. لم يكن هناك تغيير في هذا المسار. هذا المسار أو عملية التطبيع والمصالحة بين النظامين قراره اتخذ في قمة طهران في الصيف الماضي بقيادة روسية وإيرانية، ونعتقد بأن هذا المسار سيستمر وإن تأجل لبعض الوقت، ولكن هذا المسار نعتقد وإن حصل وإن تطور سيكون لها تداعيات خطيرة جدا على الحل السياسي السوري وعلى استقرار المنطقة، وأيضا على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجهود الدولية للبحث عن الحلول السياسية للأزمة السورية المعقدة. فهذا الأمر أعتقد لها أبعاد خطيرة جدا. فهذا التطبيق أو هذا التصالح ما بين النظامين أولا هي لسد الطريق أمام إحداث أي تحول سياسي في سوريا وتمرير جميع مجموعات المعارضة المرتبطة بتركيا لعملية المصالحة وإنهاء وجودهم وموقعهم كمعارضين سياسيين ودمجهم إلى النظام السوري سواء سياسيا أو عسكريا. وأيضا ستكون هناك جهود ومخططات مشتركة تعادي مناطقنا والعمل بشكل مشترك تجاه مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. لكون نرى بأن النظام التركي لها بعض أهداف محددة جدا من هذا التطبيع والتصالح. أولا هي إنهاء وإضعاف الإدارة الذاتية وقسد التي تراها هي خطيرة جدا على أمنها القومي التركي. وبكل صراحة وبكل شفافية ليس هناك معارك معلنة من قبلنا تجاه وكم خطة واحدة باتجاه الأطراف التركية، وإنما ما تركيا خطرا على أمنها القومي هي أن الكرد ومكونات المنطقة يحصلون على حقوقهم المشروعة من خلال مشروع الإدارة الذاتية. فلذلك تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الكردي تركيا ترى بأن هذا الأمر هو خطر على أمنها القومي، لكون الجمهورية التركية هي القائمة على إقصاء وإنكار حقوق الشعب الكردي وإشراكهم في النظام السياسي للحكم. لذلك الآن تركيا ترى بأن شمال شرق سوريا وإقليم كردستان وحتى داخل تركيا وفي أي بقعة من الجغرافيا إن حصل الكرد على حقوق المشروعة ستشكل خطرا على أمنها القومي. لذلك فهي ستحاول وستبذل كل جهود في سبيل عرقلة تحقيق هذه الحقوق المشروعة. وأيضا نحن كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا
نحن نرى بأن هذا التطبيع وهذه المصالحة ستكون على حساب المصالح السورية، لكونها لا تستهدف إلى بناء استقرار مستدام، لا تستهدف إلى إيجاد حلول سياسية متوافقة فيما بين جميع السوريين، بل تستهدف شريحة واسعة من السوريين، بل تريد أن تمرر أجنداتها. لذلك نحن نقول بأن هذه المصالحة لن تكون بخدمة الحل السياسي في سوريا، بل أيضا ستكون حجر عثرة أمام الحل السياسي، وأننا لسنا ضد علاقة حسن الجوار والتعامل الإيجابي فيما بين كل دول الجوار، ولكن نتمنى أن تكون علاقات حسن الجوار والتطبيع أن تكون مبنية على أسس وقواعد دولية، على أساس احترام السيادة المتبادلة، على أساس عدم التدخل للشأن الداخلي، ولكن هذا الأمر ليس هو موجود في هذه العملية، لكون تركيا تتدخل بشكل مباشر واحتلت أراضي واسعة من الجغرافيا السورية، وأدخلت الآلاف من المسلحين والمتطرفين ودعمتهم بالمال والسلاح لتشعيب فتيل الحرب الأهلية والطائفية في داخل سوريا، وحتى هذه اللحظة هي الدعم الأساسي للحرب الأهلية في الداخل السوري. لذلك هذا التدخل وهذا الاحتلال لا يمكن أن تنهيها تركيا من خلال عملية التطبيع والمصالحة في هذه المرحلة. لذلك أي عملية تطبيع يجب أن تكون ملزمة بالانسحاب التركي كامل من الجغرافيا السورية وإنهاء تدخلها في الداخل السوري، وبالتالي يمكن إقامة علاقات حسن الجوار والاتفاقيات التي تخدم الطرفين دون أن يكون على حساب الطرف من أي جهة. نحن نعتقد بأن هذه النقاشات ستستمر وإن حدثت هذه الكارثة، ولكن بعد هذه الكارثة بفترة قصيرة جدا ستتحول هذه الكارثة إلى مشكلة سياسية، وستناقش سياسيا بشكل مكثف سواء على سوريا أو تركيا، لكون النظامين الآن تستعدان بشكل سريع لاستقبال هذه الكارثة السياسية والاستفادة منها، وخاصة تركيا تريد استغلال هذه الكارثة لمصالحها الانتخابية، للعملية الانتخابية، وأيضا لإلحاق الهزيمة، لإلحاق الضربة السياسية بمعارضتها السياسية الداخلية لتستطيع أن تنال النصيب الأكبر من العملية الانتخابية. وأيضا ستحاول كسر الجمود السياسي الدبلوماسي أو التجديد الذي عانتها تركيا منذ فترة طويلة، ستحاول من خلال ترتيب المساعدات الإنسانية فتح قنوات سياسية دبلوماسية والاستمرار بهذا الشكل. ولكن نعتقد بأن القضايا السياسية العالقة مع الجانب التركي سواء من قبل التحالف الدولي لمشابهة الإرهاب، سواء من حد شمال الأطلسي أو الدول الأوروبية، فأن القضايا السياسية العالقة ستستمر ولن تكون لها حلول في ظل هذه الأزمة. وأيضا النظام السوري ستحاول تجاوز كل العقبات والعقوبات المفروضة عليه والتجهيل الموجود الذي تعاني منها النظام السوري، واستغلال هذه الكارثة بغرض التطبيع وخاصة مع الدول العربية والاستفادة منها سياسيا إلى أبعد الحدود. ولكن نحن كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا نحن نرى بأن القضايا السياسية التي نحن نواجهها أو نختلف مع النظام السوري أو التركي أو المجموعات المعارضة التي تدفع من تركيا، نحن ما دام نواجه هذه القضايا السياسية دون أي ترحيل في المواقف من جانبنا، ولكن سياسيا نحن أبدينا استعدادنا لمساعدة كل السوريين مهما كان جنسه
وضع الخط اين يسكن، سواء في مناطق النظام السوري او في مناطق المعارضه السوريه، ونحن ابدينا استعدادا وابدينا الجهوزيه الكامله ولكن بوجه متعقبه. استاذ بدران من فضلك. من ناحيه الاسلاميه استاذ بدران. سنستمر في موقفنا. استاذ بدران. ولكن السياسيه ايضا ستكون موقفنا استاذ بدران. صريحه لكون من الناحيه السياسيه لا استاذ بدران. المعارضه لا تشهد اي تغيير استاذ سياسي او بدران. سياسي، ونحن ايضا استاذ بدران سياسيا سنصر على موقفنا وسنبذل كل جهودنا لفتح استاذ بدران الحوار السياسي للوصول الى توافق على المشهد السوري. واشكركم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا استاذ بدران. شكرا جزيلا. للحقيقه شكرا جزيلا. للحقيقه الاستاذ بدران كان موكول اليه الحديث عن الابعاد السياسيه للتقارب السوري التركي، وهذه المساله من وجهه نظري تطرقت اليها صحيفه اسمها تركيا غازيستي، وتحدثت عن شروط مرتبطة بآليات رجوع العلاقات السياسية ما بين الجانبين، ولا طلع الجانب التركي كذبها ولا طلع الجانب السوري كذبها. هذه الشروط قيلت حصرا في هذا النطاق، الحقيقة أنا أشير إليها تلغرافيا في هذا النطاق عشان نقدر بس يبقى الركن ده كده قدرنا إن احنا نشير إليه بعيدا عن توظيف الكلمة فيما هو مرتبط بعلاقة الإدارة الذاتية لإقليم شرق وشمال سوريا بالقضية حصريا، لأنه عندما أتحدث عن الأبعاد السياسية للتقارب السوري التركي يبقى لازم حتميا أن احنا نتطرق إلى شروط وضعتها سوريا وشروط وضعتها تركيا، ومدى تأثير هذه الشروط على الإدارة الذاتية اللي كانت موجودة في إقليم شرق وشمال سوريا، أو مرتبطة بطريقة إعادة هذه العلاقات ما بين الجانبين. تلغرافيا وسريعا، الشروط التركية لإعادة العلاقات: تطهير سوريا من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي، والقضاء على التهديدات على الحدود بشكل تام، انخراط دمشق بعملية دمج سياسي وعسكري مع المعارضة، ودي مسألة نحط تحتها كذا خط كده، اعتماد حمص وحلب ودمشق لاختبار تنفيذ خطة عودة اللاجئين السوريين، تطبيق مسار جنيف بما في ذلك إجراء الانتخابات المرحلة الانتقالية وطبيعتها، علاقة النظام في سوريا بالمعارضة، ثم الإفراج عن المعتقلين. الجانب التركي ده الجانب التركي قال هذا الكلام، الجانب السوري رد وقال لا، أنا عايز كمقدمة لعودة هذه العلاقات لازم تسليم إدلب، وإدلب دي عنوان مهم جدا داخل الساحة السورية ومعمر باب الهوى، وضع طريق M4 وده طريق دولي كبير جدا داخل سوريا تحت سيطرة دمشق بالكامل ودمشق لا تتحكم فيه، الحصول على دعم أنقرة في مسألة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، التعاون في القضاء على الإرهاب، دعم، ودي برضو تحتها كده كذا خط كنت أتمنى أن تكون هناك إشارة إليها إن شاء الله من بقية المتحدثين، دعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية والمنظمات الدولية. هذه الشروط عندما نتحدث عن الأبعاد السياسية لتقارب تركي بيبقى واجب ان احنا ناخد هذه الشروط عين الاعتبار ونناقش هذه الشروط من خلال عودة هذه العلاقات او عدم عودة هذه العلاقات، وهل من الممكن ان تعود، ومدى تأثير عودة هذه العلاقات على المكونات داخل سوريا. ما نعرفش المتحدث الثاني جاهز ولا لا؟ استاذ رامي عبد الرحمن. طيب يعني اخذ الكلمة. مش جاهز؟ طيب طيب ناخذ معالي اللواء الدكتور العزيز شوقي صلاح في حديثه المرتبط بال موجود؟ طيب اوكي اتفضل يا فندم، يعني اديله الكلمة عشان طيب. يبقى الاستاذ رامي عبد الرحمن يتفضل، وهو مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان
في كلمة مدتها من 12 ل 15 دقيقة فقط لا غير. فليتفضل. شكرا. نعم، صباح الخير. حقيقة الأمر تفضل. يعني استقل 12 دقيقة أيضا. شكرا للجميع، شكرا للمنظمين. بداية قبل أن نتطرق للموضوع، يعني هناك مأساة كبيرة كنا منشغلين فيها اليوم، وهي مجزرة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق مدنيين سوريين، راح ضحيتها 31 مدنيا سوريا في البادية السورية عمان جمع الدماء. نعود إلى الموضوع الأساسي، وهو موضوع الزلزال وتسجيل موضوع الكارثة الإنسانية الكبيرة من قبل النظام، من قبل تركيا، من قبل الفصائل، من قبل الجميع في الأمر على الأراضي السورية. زلزال كبير راح ضحيته في الأراضي السورية لوحدها حتى اللحظة 5800 مدني سوري مواطن سوري في مناطق الحكومات الثلاث، او الحكومه المؤقته التابعه لتركيا، حكومه هيئه تحرير الشام وغيرها عن التعريف، وحكومه النظام السوري او حكومه دمشق. هناك في ظل هذه الكارثه بدانا منذ اللحظات الاولى نشاهد قياده تسيير المعابر، بدايه من معبر يربط سياق التراب السوري ما بين منطقه ادلب ومناطق النظام يعرف بمعبر الثواقب. معبر هنا كان هذا المعبر يجب ان يكون مفتوح لدخول المساعدات من مناطق خط النظام الى مناطق سيطره او المناطق المدمره حقيقه الامر في ادلب. هذا المعبر اغلقته او رفضت فتحه بحسب الامم المتحده. هيئه تحرير الشام هو قريب جدا على حلب، الطائرات وصلت بشكل كبير جدا، يعني نتحدث عن عدد كبير من الطائرات وصل الى الاراضي السعوديه 157 طائره، غالبيتها من الامارات العربيه المتحده، بالاضافه لمئات الشاحنات، لنقل الاف الشاحنات وصلت من العراق الشقيق وايضا من لبنان والاردن. رفضت هيئه تحرير الشام بدايه فتح هذا المعبر تحت عدم اعطاء شرعيه للنظام السوري. باوامر من المخابرات التركيه ايضا رفض عبد الرحمن مصطفى رئيس ما يعرف بالحكومه المؤقته التي تسيطر على او تسيطر شكلا حقيقه الامر على المناطق المحتله من قبل تركيا في عسرين، في ريف حلب الشمالي الشرقي، وفي ريف الحسكه الشمالي الغربي، وريف الربط الشمالي. ورفض دخول مساعدات وقالها بشكل واضح مساعدات من قبل الاداره الذاتيه، واغلق المعبر لعده ايام، وسمح لاحقا بدخول المساعدات تحت مسميات عشائريه. وايضا رفض دخول مساعدات من مناطق النظام، وقال بانه لا يريد ان يعطي انتصارا سياسيا لقسد والاسد. ايضا بذات الشيء النظام استمر بتعنته باغلاق معبر رئيسي وهو معبر السايا في شمال غرب حلب لدخول المساعدات من مناطق الاداره الذاتيه كانت ذاهبه للمناطق المتضرره التي لم تصلها قوات النظام او لم يصلها النظام، وهي في ريف حلب الشمالي الشعبات تحديدا. والشيخ مقصود واشترط ان يحصل على نسبه من هذه المساعدات على ان يسمح لها بالدخول. في ظل هذه الكارثه الانسانيه السياسه لعبت دور ولا تزال تلعب دور حتى اللحظه. النظام اعتقد بانه قضيه دخول المساعدات عبر الطائرات وعبر البر بانها هي انتصار سياسي، بينما الواقع بان كل من ساعد من اجل الانسانيه. ذات الشيء المعارضه اعتقدت بانها اذا رفضت دخول المساعدات عبر النظام سوف يعترف بها دوليا كمناطق مستقله في ادلب التي شاهدنا فيها ابو محمد جولاني الذي تحول من القاعده الى جبهه النصره الى هيئه تحرير الشام، وهو قائد تلك المنطقه يظهر على الاعلام الغربي ويروج له بانه يعني قائد شاب من تلك المنطقه ويسير مع الجمهور وراء الى اخره هذا الكلام في الاعلام البريطاني والاعلام الامريكي وكل وسائل الاعلام. ايضا يعني رئيس الحكومه المؤقته الذي كان لا يتجرأ للدخول الى المناطق المسيطر عليها شكلا خوفا من يعني ردود الاهالي بعد ان تعرض رئيس الائتلاف للضرب في مدينه الاحساس التي تعتبر معقل الائتلاف ومعقل الحكومه المؤقته، عاد ليظهر اعلاميا بنظر القوه ويلتقط الصور مع القوافل التي تدخل سواء عربيه او امميه عبر المعابر. الان في ضمن كل هذه المعضله نعم الزلزال تسيس، الزلزال الان
المراد منه من قبل الجهات المسيطرة أن يستخدم كوسيلة حقيقة الأمر للحصول على مكاسب سياسية. لكن أيضا في الداخل التركي شاهدنا العنصرية تتزايد بشكل كبير جدا ضد السوريين اللاجئين في تركيا. شاهدنا عملية اعتداء من قبل الأتراك بصوت والصورة على كثير من السوريين. قد لا تكون الحالة عامة، ولكن هي حالة بدأت تظهر في الإعلام التركي وإظهار مخاوف لدى تركيا بأن الأتراك بأن عملية تغيير ديموغرافي ستجري في جنوب التركي وتوفير السوريين، بينما الواقع نحن الذين نخشى الآن من عملية تغيير ديموغرافي تجري في شمال غرب سوريا وفي تحديدا في منطقة عفرين تقوم بها تركيا بعد كارثة الزلزال، بأن هناك يعني يجب بناء قرى نموذجية، بلدات نموذجية، ويعني في النهاية كان مواطنين سوريين هجروا نتيجة اتفاقيات وفية تركيا من الغوطة الشرقية ومن مناطق سورية مختلفة في منطقة عفرين. وغير دليل على ذلك الزلزال في جنيرة، وهذه المنطقة يعني منطقة عقليمية سكانها حقيقة الأمر من السوريين الكرد في غالبية ساحقة. في الزلزال شاهدنا بأن 70% من الذين قضوا شهورهم في هذا الزلزال في هذه البلدة كانوا من المهجرين وفق الاتفاقيات الوفية التركية إلى عقيم، والتي يعمل والنضال فيها على إحداث عملية تغيير ديموغرافي في المنطقة. الكارثة كبيرة، الخطر كبير، ابتعدوا جميعهم عن الوضع الإنساني الكارثي والتفتوا إلى قضية يعني الحصول على مكاسب سياسية من النظام السوري إلى الجولاني الذي مات بطلا وشارك في عمليات الانقاذ، وعبد الرحمن مصطفى الذي بدا يتخذ من قضيه المعابر ذريعه لنسج علاقات مع المجتمع الدولي بعد ان كان نجمه انخفت وبات غير موجود حقيقه الامر على الارض. اقل من هذا الدقائق. تمام. خلص خلاص؟ خلص. شكرا. بيقول لك ان هو ملتزم بالوقت يعني. شكرا يا استاذ رامي. الحقيقه يعني اشار الاستاذ رامي عبد الرحمن الى حقيقه هذه الكارثه والى الابعاد الموجوده داخل مناطق كثيره جدا موجوده في الداخل السوري وفي الداخل التركي، حتى قيل ان هذه هي كارثه القرن، يعني او ازمه انسانيه، او يعني اسوأ بركان أو زلزال على مستوى القرن. التوظيف السياسي لهذا الزلزال والتوظيف وآليات التعامل السياسي ومدى إمساك كل من الطرف التركي لكي يستطيع أن يستفيد منه أردوغان في انتخابات 23 أو لكي يستطيع أن يحصل النظام السياسي في سوريا على مزيد من الشرعية اللي إلى حد كبير جدا يفتقدها، واضح تماما هذا التوظيف من خلال آليات التعامل مع هذا الزلزال. الكلمة الختامية بالنسبة لهذه الإدارة لي هي لمعالي اللواء الدكتور العزيز شوقي صلاح، متطرقا إلى الأبعاد أو آليات تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية برحب بجميع السادة الحضور. شرفني أن أنا أكون متحدثا في هذه الندوة اللي بيحضرها يعني لفيف من المفكرين في مختلف التخصصات. والحقيقة الكارثة كبيرة جدا، ويعني بنتقدم بخالص العزاء لكل الشهداء اللي راحوا ضحية الزلزال سواء في تركيا أم في سوريا. والحقيقة بداية هو زلزالين مش زلزال واحد، بين الزلزالين 9 ساعات فارق زمني. يوم 6 فجرا وقع الزلزال الأول يعني ريختر يعني بيقول إن هو 7.8، والزلزال الثاني
قريب جدا من هذا الرقم. فالحقيقة كانت الكارثة كبيرة جدا. ده غير بقى توابع الزلزالين دول، كانت توابع كثيرة أقل حدة، إنما كانت قوة الزلزال يعني خلت الضحايا عدد غير مسبوق. أنا هتوقف مع حضراتكم قبل ما أدخل على مسألة وقضية المساعدات الإنسانية إلى حجم الكارثة، ولمحة سريعة عن الأسباب، لأن دي برضو مهم إن احنا نتطرق إليها في دقيقة واحدة. صحيح الزلزال قوي جدا ومحدش يقدر يتوقعه وشدته أسبابها إيه. العلماء بتوع الجيولوجيا ما حدش بيقدم أسباب واضحة لحدوث زلزال أو أكتر، إنما الزلزال أفصح عن قضية فساد خطيرة جدا. واحنا بنتكلم كده عشان نستفيد من التجربة ملهمة ان احنا نعرف السلبيات والايجابيات يعني. فالزلزال لما حصل في مباني تهدمت وفي مباني ظلت قائمة. الله، يبقى اذن الفساد متمثلا في ان في ابنية تم انشائها بشكل غير منضبط، غير متفق مع المواصفات. والحقيقة الدولة التركية تحديدا من خلال كل التقارير اللي أنا قريتها حطت مواصفات للمباني اللي تقاوم الزلازل، إنما المشكلة كانت في التنفيذ، وأيضا المشكلة كانت أكتر في القرارات السياسية. القرارات السياسية بتاعت الإعفاءات من دفع الغرامات، ودي يسأل عنها مين؟ قيادة سياسية، تسأل عنها الحكومة ورئيس دولة على طول من غير أي كلام، لأن اتكررت بشكل دوري عملية إيه؟ الإعفاءات. مجاملات سياسية للشعب بيقدمها سياسي عشان يكسب رضاء جماهير، يعني متناسيا تماما إن دي ممكن تبقى دعوة لمزيد من الفساد. الحقيقة الفساد ده أمر يجب إن احنا نضعه في حساباتنا احنا كدول عربية بصفة خاصة، وحتى مصر، وأنا يعني بتكلم عن بلدي. أيوة، لازم ناخد بالنا من إنك أنت ما تقدمش رشوة سياسية عشان تكسب شعبية ما، لأنها هتنقلب لما تحصل الأزمة ضدك، بالظبط زي ما يبقى فيه كده لغم وانفجر، هينفجر في وش السياسي. يعني لازم هيدفع أردوغان وحكومته ثمن سياسي، ده إذا كانت الدولة بتحترم يعني نفسها. عشان كده الدولة التركية عملت حاجة مهمة جدا بعد الزلزالين، يعني عملت إن هي قبضت على مئات من المقاولين اللي كانت إنشاءاتهم مخالفة للمواصفات القياسية اللي حطتها الدولة. قبضت عليهم وبتحاسبهم جنائيا بقى. طيب، على فكرة اللي هيدافعوا عن الفاسدين دول أكيد هينسبوا للسياسيين جانب من المسؤولية، إنما أنا بأشير إلى الزاوية دي من الأمر أو من الكارثة لننتبه جميعا إلى خطر مش الزلزال بقى، الفساد كمان. لأنه هو لو كانت المباني دي ما تم إنشائها بمواصفاتها الحقيقية ما كانتش حصلت الكارثة بهذا الحجم. كارثة بهذا الحجم هو حجم غير مسبوق فعلا، يعني وصل إلى 40,000 شهيد يعني في تركيا فقط، واقترب من 6,000 في سوريا. ده غير بقى تجاوز 100,000 مشرد، وفي ظل الظروف الرهيبة في البرد المشردين دول. وأنا تواصلت مع بعض الأصدقاء من تركيا، فكان بيقول كلمة خطيرة قوي في تاني يوم الزلزال، إن أهله هناك سابوا المنازل ومش قادرين يدخلوها.
المنازل ما وقعتش، انما فيها تصدعات رهيبه ومش قادر يدخل. عشان كده لما بنطل على حجم الكارثه، مش بس في، انا بتكلم على تركيا بقى، 6444 مبنى، ممكن يبقى منزل ممكن يبقى مبنى اتهدم كاملا، انما في 11,000 ويمكن اكتر تصدع خطير، لدرجه ان الناس اللي جوه خرجوا وخايفين يرجعوا. يعني 11,000 واكتر، يبقى كل مبنى فيه قد ايه من الناس المشردين. عشان كده المساعدات يجب كانت تكون على يعني اولا مساعدات سريعه جدا لانقاذ الناس المشردين، وطبعا انقاذ الناس اللي تحت الانقاض من باب اولى. حصلت الدوله التركيه قبضت على المئات، انما انت بتتكلم على انك انت بتاخد اجراءات جنائيه متاخر قوي، انما هتاخدها دلوقتي. كان يجب عليك انك انت تعمل عمليات استباقيه اصلا، وانك انت تمنع الفساد. انما انا بتكلم على واقع. كانوا مقدمين قبل الزلزال على طول مشروع قانون لمزيد من مقدمينه للبرلمان التركي عشان يعملوا اعفاءات جديده. حصل الزلزال طبعا توقف كل الكلام الهراء ده. مما حدث لأحد خبراء الجيولوجيا في تركيا قال جملة معبرة جدا. يعني الراجل بيقول إيه؟ تمرير مثل هذا العفو عن البناء في بلد تمزقه خطوط الصدع يرقى لمستوى التجريم. الراجل بيقول كلمة، يعني اللي بيدي إعفاءات ده مفروض يبقى مجرم، يحاسب كمجرم. كلمة لها دلالة. ندخل بقى على المساعدات وقضية المساعدات، إنما كان لازم أدي يعني إطلالة كده على حجم الكارثة. أول حاجة لفتت نظر العالم كله، يعني محدش اختلف على إن في ازدواجية في المعايير. أنت بتتكلم على سوريا 13 دولة قدمت مساعدات، ومساعدات يعني تشكر ال 13 دولة اللي قدمت، إنما تركيا 42 دولة وأكتر كمان شوية قدموا مساعدات. يبقى الفارق جسيم جدا، رغم ان المصاب واحد. حجم الكارثه في تركيا كبير، انما انا بتكلم على ايه؟ على عدد الدول، لان في دول احجمت عن الدفع بمساعدات لان هي بتشوف نظام الاسد نظام، ده الموضوع مش نظام الاسد بس، ده الموضوع كارثه انسانيه. يمكن مش يعني جزء منها داخل الاقليم اللي بتسيطر عليه الحكومه السوريه، انما اجزاء اخرى الحقيقه في الشمال السوري في قوه، والمشهد معقد. انا عارف كرجل امن يعني عارف ان المشهد معقد جدا، بس لازم تجد حل في مثل هذه الظروف. يعني المشهد في الشمال التركي انت في قوات سوريا الديمقراطيه يعني سيطر على يعني مساحه معينه وفي حكم ذاتي فعلي عليها. تركيا مسيطرة على أجزاء، هيئة تحرير الشام مسيطرة على أجزاء، المعارضة المسلحة على أجزاء. فأنت عندك مشهد معقد، كل واحد مش عايز يمرر المساعدات من المعابر اللي هو بيسيطر عليها لأسبابه، وأسبابه معروفة، يعني مش لازم هنخوض فيها. كل واحد عايز يقول لك إيه، أنت ممكن تدخل لي مثلا سلاح، تدخل لي حاجة. طب فتش، يعني ممكن أنا هتفهم هذا، إنما فتش إذا كانت مساعدات حقيقية تدخل. إذا كانت حاجة غير كده وتضر بمصالحك فلك أن يعني تمنعها. إنما هو التحكم السياسي لأسباب أخرى غير إنسانية طبعا. برضو هتوقف مع حضراتكم على المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. كان صرح بأن ما زالت تنتظر في المعابر في مناطقها والمناطق التي تحتلها تركيا وتسيطر عليها المعارضة. على فكرة الإدارة الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية أول من تقدمت بمساعدات وحركت شاحنات عشان تصل إلى، هي عندها منكوبة في بعض مناطقها، إنما حركت شاحنات فيها مساعدات لمناطق أخرى ومنعت. الأمر في اعتراف من الأمم المتحدة
بان احنا خذلنا سوريا على لسان قيادات في الامم المتحده، قالوا صراحه احنا خذلنا الشعب السوري، وفي كلام كتير في ورقه العمل بيتكلم على هذا الامر. عشان ما اطولش، في الصليب الاحمر والهلال الدولي، المنظمات اللي هي بتقدم مساعدات، اطباء بلا حدود، كلهم حاولوا. بس الملمح الاساسي اللي لازم نتوقف عنده، الكارثه دي كارثه من نوع خاص، لازم يكون تلبيه الدفع بالمساعدات سريع جدا. ناس تحت الانقاض بعد فتره معينه بيبقوا خلاص جثث، اذا ما كنتش يعني تتحرك سريعا. الوقت ليه ثمن، الوقت ليه ثمن، ولازم تتحرك بسرعه من غير اي عقبات. دي كارثه من نوع خاص، الوقت فيها زي ما بقول لحضراتكم بيبقى ليه ثمن. يعني معناها انك لو هتوصل متاخر يبقى مالكش لازمه، يبقى انت جهودك مش هتبقى، ممكن هتبقى تدعم المشردين، انما اللي بيروحوا ضحايا تحت الانقاض صعب جدا. وعلى فكره يعني هو طبعا انت هتقلل من حجم الكارثه لو وصلت بسرعه، انما التقليل ده ليه قيمته برضه. ولازم يبقى في التوصيات هنيجي نتكلم ماذا نفعل بعد. يعني احنا بنوصف المشكله وبنطل عليها من اكتر من زاويه، ولكن في التوصيات هنتقدم ببعض المقترحات ربما تفيد. الحقيقه انا لازم برضو أشرت في ورقة العمل إلى موضوع السد بتاع أتاتورك. والسد دون في بعد الزلزال مباشرة تركيا خدت قرار بفتح المياه، فتح السد ده وتصريف المياه اللي خلفه، وحوالي 34 مليار متر مكعب. مش هتطلعها كلها، إنما يعني فتحت المنافذ بتاعت السد عشان تتحرك المياه. الموضوع ده جد خطير، جد خطير. بمعنى ايه؟ اتفق خبراء الجيولوجيا كلهم، وانا كلمت ناس كتير من اساتذه الجيولوجيا حوالين هل السدود اللي هي خلفها كميات ضخمه من المياه بتؤثر على، تبقى سبب من اسباب الزلزال. قالوا لغايه دلوقتي ما نقدرش نقول، انما كلهم اتفقوا، هم كلهم كانوا يعني 3 من الأصدقاء واللي أنا سمعتهم في الميديا، اتفق خبراء الجيولوجيا على أن لو حصل الزلزال في منطقة صدع زلزالي وكان زي ما حصل في أتاتورك كده في انشقاقات، فتأكد أن الزلزال ممكن يبقى مؤثر جدا على المنطقة دي سلبا طبعا. فعشان كده اللي حصل ايه في تركيا، فتحوا على طول والمياه اتحركت اللي كان لازم تبقى عشان كده موضوع السدود والمياه اللي خلف السد ده موضوع لازم يبقى ليه وقفة على المستوى الدولي، مش على المستوى الحدث بتاع الزلزال الأخير بس. برضو هنجيلها في التوصيات، هنعمل إشارة إليها. عايز يعني أقول إن دائما يعني في ملمح، لسه الوقت بتاعي مش كده. طيب احنا في جزء مهم جدا. تركيا قالت في ظل الأزمة دي ان اللاجئين اللي عندها يجوز ليهم ان هم يتحركوا يدخلوا يطمنوا على ذويهم في الشمال السوري او في سوريا بشكل عام ممن تضرروا من كارثة الزلزال، وبس بشرط انك انت ترجع في خلال 6 أشهر، ما تتجاوزش مدة 6 أشهر. اتحرك بناء على هذه المبادرة أعداد مش قليلة من اللاجئين اللي هم أصلا في تركيا، ولكن بعد ما اتحركوا ظهرت تصريحات كتيرة، ومنها من المعارضة أو المعارضة هي أصلا بتوظف قضية اللاجئين السوريين اللي موجودين في تركيا، بتوظفها ضد أردوغان. ماشي، إنما هم قالوا إيه؟ دي رحلة بلا عودة. هو ما فيش قرار سياسي من تركيا بهذا، إنما كل الكلام ماشي في هذا الاتجاه. وأردوغان أعتقد صعب جدا إن هو يوافق على العودة مرة تانية، لأنه هو أساسا مأزوم في قضية اللاجئين اللي موجودين عنده. يبقى إذن دي برضو ملمح، أنت اللاجئ ده
ليه اسبابه وليه شرعيته على فكره. يعني اللاجئ، كلمه اللاجئ، واستاذنا دكتور غباشي طبعا ممكن يشير الى ان هذا الامر امر يعني له سند مشروع. انك انت لاجئ عندك بتهرب من حرب في بلدك ورحت مكان بتلجأ اليه، ده ليه مشروعيه على في القانون الدولي العام. طيب عشان اخلص بقى هقول ان في كل كارثه في صوره مضيئه بتلمعها في ظل هذا السواد. الصوره المضيئه كانت الفزعه اللي قامت بها عشائر القبائل السوريه. ما استنتش الحقيقه، واولهم قوات قصد الديمقراطيه لما قامت وقدمت المساعدات، شاحنات حطت عليها كل المستلزمات بتاعه الدعم، والعشائر يعني كما استخدموا المصطلح فزعت العشائر. أكتر مئات من الشاحنات اتحركت، بالذات جاية من منبج ودير الزور والرقة وغيرها. اتحركت وقالوا ايه؟ لا احنا مش هنقف نتفرج على المشهد العبثي ده، احنا هنتحرك. الأول جمعوا وبسرعة جدا، دي جهود ذاتية. كل الاحترام والتقدير لهذا التحرك العظيم، جهود ذاتية مش حكومات ولا أي حاجة. الناس اتحركت كعشائر، ملت شاحنات بالمساعدات وراحوا متحركين على المعابر، هنتحرك وهنوصل. وفعلا اخترقوا الحظر. الحقيقة مشهد رائع وطني بامتياز. كل الشكر والتقدير يعني هذه الفزعة اللي هي ملهمة في هذا الأمر. أدخل في التوصيات عشان ما أطولش على حضراتكم. أنا بقول يجب إنشاء مراكز للإسعاف الدولي لمواجهة الكوارث من خلال إعداد قوات مدربة على أعمال الإغاثة ولديهم المعدات والأدوات اللازمة للتحرك والعمل في مواقع الكوارث بأقصى سرعة. أنا بقول استخدمت لفظ إسعاف لأن هي فعلا عملية عايزة إسعاف. في مثل هذه الكوارث كلمة إسعاف لها دلالة. أنا عايز مراكز إسعاف. طب فين مراكز إسعاف؟ في كل دولة. طيب لما يحصل مشكلة وكارثة كبيرة، أنا ممكن أحرك مراكز الإسعاف دي لدولة جنبي جارة، أحركها. ولازم تتحرك بمنتهى السرعة، يعني لازم يبقى في حركة للطيران ملهاش حل، بس دي حركة تانية بعد كده للسفن، لقطارات إذا توفرت، لشاحنات. تمام، كل الحركة دي مطلوبة، بس في حركة طيران ضروري في مثل هذه الكوارث. ليه؟ لأنك لازم تنقذ ناس تحت الأنقاض. الكلام ده لو فات 48 ساعة غالبا بنسبة 90% هيكونوا ماتوا. فأنت لما تتحرك لازم يبقى في حركة طيران، طبعا مش طيران مدني وعسكري، مش طيران مدني بس، لأن أنت هتنقل معدات وهتنقل ناس مدربين على هذه الأعمال. عندنا على فكرة في الجيش المصري يعني كتيبة مخصصة لهذا الأمر. المقترح الثاني بتاعت ورقة العمل، يعني تسرع منظمة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي حول مهددات الأمن الإنساني. مهددات الأمن الإنساني، قول بقى المهددات اللي بتنتج من الكوارث، من الأمن المائي. موضوع الأمن المائي ده جدير. الأمن الإنساني كلمة كبيرة قوي، إنما أهم الموضوعات اللي احنا بنشوفها النهاردة منها الأمن المائي وأمن الخاص بالكوارث، أزمات الكوارث. في يعني برضو مجموعة أخرى من التوصيات هذا ضمنها في ورقة العمل وهتنزل على الموقع لمن يريد أن يطلع عليها فليتفضل. شكرا لحضراتكم، شكرا لرئيس الجلسة. شكرا جزيلا. شكرا لمعالي اللواء الدكتور شوقي صلاح. للحقيقة حريا لأنه التوظيف السياسي لمسألة الكارثة واضح قوي من خلال تعاطي الحكومة السورية ومن خلال تعاطي الحكومة التركية. وكان اللافت أشار إليه موقع سكاي نيوز عربية وقناة CNN وقناة الBBC. وكان اللافت هو السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي لا تسيطر أو التي لا يسيطر عليها النظام في سوريا إلى مناطق أخرى.
وكان اللافت أيضا هو تلويح بعض الشخصيات داخل الأمم المتحدة أو داخل مجلس الأمن باستخدام الفصل السابع داخل سوريا تحديدا إذا اضطر الأمر لذلك، بعيدا عن الوضع داخل تركيا، لأن تركيا بالنسبة لكارثة الزلزال تختلف تماما تعاطي المجتمع الدولي والإقليمي معها عن الوضع داخل الساحة السورية. داخل الساحة التركية هو التصريح الأخير اللي تحدث فيها أردوغان أنه أكثر من 100 دولة وأكثر من 84 دولة بفرق إنقاذ موجودة على الأرض وإغاثة موجودة على الأرض داخل تركيا. داخل الساحة السورية الأمر مختلف تماما، وعشان كده بدأ يكون هناك بحث إنه هل هنا اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي من الممكن أن تسعف السلطات المحلية بعيدا عن سلطة الدولة في إنها تطلب من الأمم المتحدة أو تطلب من المنظمات الدولية دليل مساعدة ولا لا؟ هذا الأمر اجتهدت فيه كثير جدا من المراكز الأبحاث والدراسات، وأخذ عنوان لندوة كبيرة جدا أذاعتها قناة CNN. هذا الأمر قالوا إنه دمشق تحديدا استندت إلى البروتوكول الأول للملحق باتفاقيات جنيف لسنة 77. البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 77 هنا بيحدد شروط أو تحدث عن بنود أو نصوص إنه إذا وصل حجم الزلزال أو حجم دمار الزلزال إلى حدود 58% من حق السلطات المحلية مع سلطات الدولة أو انفصالا عن سلطات الدولة أن تطلب المساعدات. دي مسألة واجب إن احنا نحط تحتها خط. يبقى دمار المناطق أو نسبة هلاك الزلزال في المناطق المنكوبة إذا وصلت ل 58% خلاص تبدأ السلطات المحلية المحافظ الإقليمي أو من يدير الإقليم أن يطلب المساعدات. الأمر الثاني إنه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 99 منه قال كده صراحة يحق للسلطات المحلية في المناطق والدول المتعرضة لكوارث اختار مجلس الأمن بكونها مناطق منكوبة ويبدأ يطلب المساعدات بناء عليها. الملحق الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 77 فيما هو مرتبط بالنص المرتبط ب 58%، أو ميثاق الأمم المتحدة بالمادة 99 اللي بيطلب أو بيحق من خلاله للسلطات المحلية في المناطق وللدول. وهنا سوى ما بين السلطات المحلية أو بين من يدير الأماكن ذاتيا وما بين إدارة الدولة في أنه يطلب من مجلس الأمن أو يطلب من المنظمات الدولية طلب المساعدات بكون هذه المناطق أصبحت مناطق منكوبة. وهذا الأمر قالوا فيه أنه بيلزم على مجلس الأمن أو على المنظمات الدولية إجباريا النجدة تبدأ توصل هذه المساعدات بعيدا عن التوظيف السياسي والإطار القانوني الملزم ليها. الجزئية الثانية ودي جزئية مهمة جدا في دقيقة أو دقيقتين، هو مرتبط بدقيقة أو دقيقتين، أنا عارف إنك أنت بتبص لي، هو دقيقة أو دقيقتين، هو بس أنا بس باخد قواعد القانون الدولي ثم بس كان الإشارة لقواعد القانون الدولي أو الإشارة لاتفاقيات جنيف أو للنصوص الخاصة بها ليه إشارة مهمة جدا، لأن هذه الإشارة في ظل التوظيف السياسي ممكن يبقى لها كلام كتير جدا ويبقى لها أحاديث كتير جدا، خصوصا إذا سمحت الاتفاقيات وسمحت الملاحق الخاصة باتفاقيات جنيف للسلطات المحلية طلب النجدة أو طلب التعامل مع المنظمات الدولية أو مع مجلس الأمن أو مع الأمم المتحدة. يعني أنا شاكر لحضراتكم طول بالكم في هذه الندوة القصيرة المقصرة فيما هو مرتبط بطبيعة الكلمات. شاكر لكل المتحدثين اللي التزموا بالوقت المحدد ليهم في إدارة هذه الندوة، بداية من الأستاذ رامي عبد الرحمن إلى الأستاذ بدران إلى معالي الدكتور شوقي صلاح. شكرا لحضراتكم وأسلم إدارة الندوة إلى معالي الدكتور. لو في حد عايز يعقب بس سريعا. طيب سريعا. طيب اتفضل. لا احنا عندنا باقي دلوقتي 11 لا انا بادئ 12
بدأ 12 ل 5 12 ل 10 يعني فاضل 10 يعني 10 دقائق في نصبايا في ربع ساعه. في ما شاء طيب اللي عايز حضراتكم سؤال للضيوف او للمنصه او لاي حد اتفضل. من اليمين كده. وانا اتكلم فتره دكتور طه عبده مش عايز يقول حاجه يعني ما هو فاضل لا اتفضل. لا ده بس بطرح عليك السؤال. اولا لا استطيع ان اضيف كثير مما والتوصيف الذي قال به الاستاذ الدكتور مختار ما قال به الدكتور شوقي. في نقاط ربما تضيف شيء. نتحدث عن شمال وشرق سوريا والتدخل التركي في الشأن السوري وارتباط السياسة بالمساعدات. هناك أيضا الالتزام بالمنظمات الدولية التي تطلب منها المساعدات سواء من الناس المحلية أو سواء سلطات الدولة. ولكن هناك منظمات أيضا منسية مثل منظمات التعاون الإسلامي. التعاون الإسلامي دور في يعني هناك ايضا ما يسمى الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ايضا المفروض يكون له دور او يحل نفسه او اي شيء. نسمي الاشياء باسمائها حتى يمكن التخلص من التفكير الذي يؤدي الى منع مساعدة لجزء وتصل لجزء. على سبيل المثال هناك دعوة إلى لم يتحدث أحد عن الأكراد في تركيا رغم أنها هي نفس المشكلة، وترفض الإفراج عن السيد عبد الله أوغلان المحبوس منذ حوالي ربع قرن. في أمور كثيرة جدا أو فيها تفصيلات صغيرة ولكن من خلالها يمكن الحديث عنها كما تحدث الأساتذة الأجلاء جميعا وخاصة الدكتور شوقي لأنه وصف المساعدات والتكييف القانوني جيد جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شوف ادي الميكروفون اللي قاعد قول حاجه بقى، عايزين نسمعك. طبعا شرف ليا دكتور مختار والدكتور شوقي صلاح في رساله وصلت بالفعل محمود حسين رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثيه. الحديث عن سعود زايد للدراسات البحثيه. الحديث عن الثقافة التي اتخذها أردوغان في وضع أساس لسياسة إنشاء جزيرة وهي تسمى جزيرة أردوغان، وهذا الكتاب الذي كتبته عن جزيرة أردوغان أوهام تفسد أوطان، والحديث عن فكرة أن أردوغان يريد أن يؤسس إلى فكرة الخلافة العثمانية وترتيبها ما بين سوريا وتركيا. هذا المنطق كان لابد أن احنا طبعا ده شرف لي دكتور مختار أن نناقشه في الندوات الأخرى. الفكرة الأساسية على الجانب الأمني الذي تحدث عنه الدكتور شوقي صلاح، وهو أن يكون هناك ترتيب أمني محاصر لفكرة أردوغان لما يقوم فيه في منطقة الشرق الأوسط